الاكل المصري ما بيختلفش عليه اتنين، وتجربتنا النهارده لوحش الاكل المصري مطعم صبحي كابر. والمطعم مكانه في حوالي في شارع بيروت قدام السنترال. وانا جربت المطعم في الافتتاح التجريبي، وامبارح كان الافتتاح الرسمي، وكان عامل ليله ولا الف ليله، والاجواء المصريه كانت في كل مكان. ومن رايي اللي بيميز مطعم صبحي كابر بخلاف الاكل هو القعده بتاعته، الديكورات المصريه والصاله الواسعه والقعده الشيك، وكمان عنده كباين خاصه للعائلات، ده غير الغرف اللي معموله على الطراز النوبي. وكمان عامل ركن خاص للمشروبات لو حابب تروح وتاخد مشروب بس. وبالنسبه للاكل وده المهم، كل حاجه بتتعمل طازه بطازه، واللحوم اللي بيستخدموها لحوم مصريه جايبينها من مصر. خلينا ندخل في الموضوع، واول حاجه بدات بيها شوربه الكوارع، ومن المره اللي فاتت الشوربه دي دخلت قلبي. وبالنسبه للمشويات فالتتبيله مصريه 100%، ولحمه الكباب طريه وما بتشدش، وطبعا مشويات مصريه ما تنفعش من غير الطر. وجربت كمان من عندهم الحمام اللي فعلا شكله يفتح النفس. الحمام جايبينه من مصر، ولحمه الحمامه نفسها تحس ان هي مسكره. خليني بقى اقول لكم على حاجه، صبحي كابر يعني طواجن، وانا اكلت اقوى طاجن باميه انا اكلته في الكويت. الباميه اللي بيستخدموها زيرو والتسبيكه عالميه. وجربت كمان طاجن البطاطس وكان 10 على 10. ومن الحاجات القويه واللي ما ينفعش تروحوا مطعم صبحي كابر وما تاكلوهاش الملوخيه، من الاخر فاخر من الاخر، ولازم تتاكل بالعيش السخن. ونعمل ودن القطه الجميل ونديها. وجربت كمان من عندهم عصير كوكتيل صبحي كابر وكان حلو جدا. وفي النهايه كان لازم احلي بام علي واحبس بكوبايه الشاي. وبالنسبه لي انا سعيد جدا بالتجربه واكيد هكررها. وبس كده، واحلى مسا عليكم.